وتخيل معايا دابا تكون ملك وكتحكم العالم وكتسير واحد الامبراطوريه مخصصه، وفي رمشة عين الفرحه ديالك ما كتكملش، وتلقى راسك في واحد العالم اخر ولكن على شكل دري صغير ما قادر دير والو، وكتقول يا ربي نكون عا كنحلم. هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم، ديال هاد الدري الصغير اللي سميتو ارثر. كتبدا القصه ديالنا مع هاد الملك اللي كيحكم هاد الامبراطوريه الكبيره، وفي نفس الوقت كيتهنى من هادوك الخونه اللي باغيين يقتلوه واحد واحد. وهنا كيكون فرحان لحقاش وصل لهداك الشيء اللي هو عليه بعد ما عانى بزاف. وهنا كيكون هو الامبراطور المخزز على مر التاريخ. وهنا كنشوفوه واقف قدام هاد التاج والسيف الاسطوري ديالو، وكانت غادي تجيه واحد السكته قلبيه. وهنا كيغيب وكيلقى راسو في واحد العالم تاني، ومنين كيفتح عينيه كيلقى راسو قدام واحد الجوج وخدامين كيضحكوا ويلعبوا معاه، وقرروا يسموه ارثر. وهو ما فاهم والو مسكين، وما عارفش هادشي كيفاش طرا ليه وشكون هما هاد الجوج اللي قدامه، وهو متفاجئ كيفاش توصل لهاد العالم جديد وهو على هاد الشكل هذا. وهاد الجوج هما باه وامه، والملك متفاجئ وكيقول هادوك الانتصارات والبطولات اللي حققت كملك دابا لقى راسي دري صغير، وماشي كاي دري صغير، باقي كندير كاكا وبيبي في حوايجي، وماما وبابا كيبدلوا لي حوايجات ديالي. وهنا كنتعرفوا على الاب اللي سميتو ري والام اللي سميتها ليسا، وهما فرحانين بولدهم جديد. والملك كيحس براسو محبوس في هاد الدري الصغير، وكيحاول يقول يقدر يكون هذا غير حلم، وكيتفاجأ بان هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. وهنا كنشوفوا الوالد ديالو انه عنده واحد القوه سحريه وكيهرس بها الحجر، والوالده ديالو عندها واحد القوه سحريه وتقدر تعالج اي واحد من اي اصابه كتوقع ليه. وكنشوفوا ارثر مسكين متفاجئ من هاد العالم اللي هو فيه، وكيقول باين عندهم قوه سحريه غريبه وما كانتش في العالم ديالي قبل ما نجي لهنا. وكنعرفوا ان الاب ديال ارثر مغامر يقدر يقتل خنزير بري في الغابه، وهو واحد من هذوك المغامرين اللي في الفرقه ديالو. وهنا كدوز عامين وكنشوفوا ارثر كيتعلم وكيحبو وكيحاول يكتشف العالم الغريب اللي هو وصل ليه. وهنا كيسلت لمو وكيدخل لواحد المكتبه ديال باه، وكيجبد واحد الكتاب باش يتعرف على هذا العالم اللي هو فيه، وقدر يعرف بان هذا العالم مكون من مملكه سميتها طرف، وهذه المملكه فيها غير الاقزام، والمملكه الثانيه سميتها نوار وعايش فيها واحد العدد كبير. واخر مملكه هي مملكه سابين، وهي اللي كيعيش فيها البشر واللي فيها ارثر حاليا. وعرف ان هذا العالم اللي عايش فيه حاليا ماشي بحال داك العالم اللي كان فيه، ولكن هذا العالم فيه ناس عندهم قوه سحريه غريبه. وهنا كيجبد كتاب اخر، وهذا الكتاب كيدوي على القوه اللي كاينه في هذا العالم، وكيعرف بان كاين واحد الحاجه سميتها المانا، وهي اللي كتحكم في الطاقه والقوه الغريبه اللي كاينه عند البشر. وهاد القوه ديال المانا قليله وكتكون عند 1%. وكنعرفوا بان كاين جوج انواع ديال المانا، وحده سميتها التعزيز ووحده سميتها الاستدعاء. واللي عنده المانا ديال التعزيز كيكون من نوع ديال المقاتلين اللي كيتحركوا بالزربه وكيهرسوا اي حاجه قاصحه. والمانا ديال الاستدعاء كتكون غير عند السحاره ويقدروا يتحكموا فيها كما بغاو. وكاين نوع اخر حتى هو يقدر يكون ولكن قليل بزاف، وهذا النوع هو اللي عنده قدره ديال الشفاء بحال الام ديال ارثر. والقوه ديال المانا كتبان عند الانسان فاش كيوصل سن البلوغ ولا في الاخير ديال المراهقه. وكيعرف ارثر ان المصدر ديال الطاقه او المانا تيكون داخل الجسم، وخاصو يتحكم فيه مزيان باش يستعمله. وباش يقرا هاد المعلومات في الكتاب ديال السحر اللي خداه من المكتبه ديال باه، كيحاول يجربها على راسو واش غيقدر يتحكم فيها بلا ما يتسنى حتى يبلغ، وكيقدر يسيطر على الطاقه ديالو، ولكن كتدخل عليه همو وكتقاطعو وكيخليها حتى المره اخرى باش ما يعرف حتى واحد شي حاجه. وباش كان كيحاول يتحكم في المانا ديالو ما قدرش يتحكم في كاكا ديالو ودارها في الحويجات ديالو. وكدوز عامين وكنشوفوا لسه عندها مذكره دايره فيها ذكريات ارثر منين تزاد. ولكن كتلاحظ واحد الحاجه غريبه، ان ارثر منين تزاد عمرو ضحك ولو غير مره واحده. وهنا كتضرب على الشرجم وكتشوف ري عاطي لارثر واحد الخشبه وكيعلمو باش يستعمل السيف. وهنا كتعصب بزاف وكتسيف عليه وكتقول ليه راه الدري باقي صغير، وكيقول ليه انا راني بغيتو يعول على راسو من صغره ويعتمد على نفسه. ومن بعد لسه كتاخذ ارثر للمدينه. وهنا ارثر كيشوف الاسلحه وكيتعرف عليها وكيشوف السحر بعينيه لحقاش كيقرا عليه غير في الكتوبه. ومن هاد الدويره اللي دار مع عمو في المدينه كيتعلم حويجات اخرين ما كانش عارفهم على العالم اللي هو فيه. وكيتفكر ارثر شويه ديال الذكريات فاش كان صغير وكان يتيم وما عندوش الوالدين، وباش مو رجعت للبيت كان باغي يدخل المكتبه وهي تقول ليه ماشي وقت القرايه دابا وخاصك تنعس راه تعطلتي، وانا راني كنت حاضيك مركز على كاع داكشي اللي شتي في السوق وباغي تجمع كاع المعلومات على دوك الحويجات كاملين
وقالت ليه ما تزربش على رزقك، انت باقي صغير ولدي، وباش تكبر دير داكشي اللي بغيتي. وفي الصباح كنشوفوا ارثر كيتفرج على باه من الشرشم وهو كيخدم السحر ديالو، وكان فرحان باللي كيشوف واحد حداه وغيتعلم منه، وبكثرة ما بغى يتعلم ما بغاش كاع يديه النعاس، وبقى كيطلب مو باش يدخل المكتبه ويقرا الكتب ديال السحر، وكيقدر يتحكم في الطاقه ديال المانا اللي كاينه عنده. ولكن الطاقه كانت كبيره لدرجه انها فرقعت البيت اللي هو جالس فيه، وباهم متصدموا مساكن من هادشي اللي وقع، وهما يمشيو كيجريو باش يطمئنوا على ارثر، ولكن تصدموا من داكشي اللي شافوا. لقاو ارثر طاير في الهواء وقادر انه يتحكم في الطاقه السحريه ديالو، وكيقولوا باللي هو غير دري صغير عنده غير 3 ديال السنين، كيفاش قدر يتحكم في المانا ديالو وتخرج منه هاد الطاقه السحريه الكبيره. ومن بعد كينزل بكل ثقه، وكتكون هذه هي الخطوه الاولى باش يتعلم السحر، باش يولي اقوى ساحر وكيجري على باه بحال شي مسخوط الوالدين. وكان هنا السقف غادي يطيح عليه، ولكن باه كينقضو وكيحبس السقف بالسحر ديالو. وهنا ارثر كيفرح لحقاش اول مره كيهتم به شي واحد، وكيتفكر ايامو فاش كان ما كيديها فيه حتى واحد. وهنا كنديروا واحد الرجعه خفيفه للعالم اللي كان كيعيش فيه ارثر، وكنشوفوا واحد شادينه باين كانوا باغيين يقتلوه، ولكن شدوه في ديك الساعه قرروا يحكموا عليه، ومرته وولدو كيشوفوا، والقرار هو يرجعوهم هو وعائلته لبلادهم. ولكن الراجل ما بغاش هذا الحكم، لحقاش هذا الحكم صعب من الموت بزاف، وقال لهم انا قابل اي عقاب على راسي غير ما تقيسوش ولدي ومرتي حيت ما عندهم حتى شي ذنب. وكيطلب من ارثر يعفو على عائلته وما يصيفطهمش للمدينه ديالهم. ولكن ارثر قلبه ميت، كيجبد السيف وكيقتل مرته وولده. والمساعدين ديال ارثر شافوا باللي القرار ديال ارثر فيه الرحمه، حيت بدل ما يصيفطهم لبلادهم قرر انه يقتلهم باش يهنيهم من هذه المعاناه ديالو. ولكن بالرغم من هذا الشيء الراجل كيشكر ارثر على هذا القرار اللي خدا، حقاش حسن ما يصيفطهم لبلادهم. وهنا كنرجعوا لارثر وكيكون كبر شويه وتفضفض، وقال ليه باه خذ هاد الدرع اللي كنت كنتقاتل به مع الوحوش، ولكن البجغوط ما بغاش وباغي يتدرب معاه غير بهذا السيف ديال الخشب. وكيبدا ارثر يتدرب مع باه، وراي فرحان من السرعه اللي عند ولده، وقرر يصعب التدريب على ارثر ويستخدم السحر على العصا، ويخلي ولده حتى هو ياخذ الطاقه السحريه ديالو. وما عطلهاش بالزربه خدمها على السيف، وكيهجم على باه وكيهرس ليه العصا ديالو. وهنا ري كيهضر مع ولده وكيقول ليه انت راك واحد دري موهوب، وانا ما غاديش نقدر ندربك، انت خاصك مدرب احسن مني يا ولدي. وباش هضر مع مو باش يشوفوا ليه شي مدرب، قالت ليه انت وعدتيني باش غتدربو بوحدك. قال لي اش غندير لك دابا، الدري طالع ناضي وهربان عليا وقدر يربحني، انا ما نقدرش نعلمو شي حاجه جديده. وهي تقول ليه بلاش، انا غنعلمو داكشي اللي كنعرف. وهو يقول ليها انت السحر ديالك من نوع خاص ومختلف بزاف علينا. وهو يشد العصا وقال ليها ولدك راه هرس العصا ديالي واخا انا معززها بالسحر ديالي. وهي تشدو عنقاتو وقالت ليه ولدي ما غنخليه يمشي حتى لشي بلاصه الا ورجلي على رجلو. وهو يقول ليها راه ما خاصناش نوقفوا قدام المستقبل ديال الدري، وخاصنا ندربوه حيت عنده موهبه كبيره. وهي تكع وقالت ليه صافي دغيا بغيتي تسمح في ولدك. قال ليها شكون اللي قال لك لالا هاد الهضره، انا دائما غنكون مع ولدي. وهو يسكت تعيا وقال لهم بلا ما تبقاو تدابسوا، يلا هو معايا للبلاصه اللي غنمشي ندرب فيها. وهما يقولوا لي فكره زوينه هذه، يلا نوجدوا البالز ديالنا. وفي الصباح وصلوا المغامرين صحاب ري اللي غيديوه للمدينه، وهنا ارثر بدا كيرحب بهم. وواحد من المغامرين سميتو ادم بدا كيرحب بيه وقال لي انا فايت ليا شفتك من قبل وانت ما غتفكرش حيت كنتي باقي صغير. ولكن ارثر كيتفكرهم كاملين هو والمغامرين اللي معاه، وقال ليه نتوما جيتو باش تعاونوا معنا في البيت ديالنا ملي انا اللي فرقعته. وهنا ارثر بدا كيتعرف عليهم واحد واحد. ولكن كاينه واحد المغامره سميتها انجيلا كتبغيه بزاف حيت هو بويكيس بزاف، وهذه سميتها جاسمين ما كتبغيش تدوي ولا تقول شي حاجه، وهي غير كتشوف في الدري وهو ما فاهم والو مسكين. وهنا تحركوا باش يمشيو للمدينه، وكنشوفوا مو متحمسه للرحله وفرحانه حيت ولدها غادي ياخذ اول مغامره في حياته. وهو راكب في هذه الكروسه كيقول مع راسو ما عندهمش حتى وسائل متقدمه بحال داكشي اللي كان عندنا في العالم ديالنا. وهنا كنعرفوا باللي غادي لواحد المدينه سميتها اكسيروس. فاش خداو واحد الاستراحه في الغابه كيتفاجئوا بواحد المجموعه ديال الدياب، ولكن اصدقاء ديال ري قدروا يتهناو منهم بالزربه وبسهوله. وارثر بقى غير حال فمو في القوه اللي عنده. ومنين طاح الليل شدوا دوك الدياب وشواهم وبداو كيقصيو فيهم. وهنا ليسا شافت باللي راي مضروب لظهره وزادت كداويه بالسحر ديالها باش ما تبقى فيه حتى حاجه. وهنا المغامرين وقفوا باش يحميوها على حقاش عندها سحر الشفاء، وهذا السحر من نوع خاص وما عندش كل شيء الا القليل، وما باغيين حتى واحد يعرف عليه شي حاجه باش ما يوقع ليها لا مشكل لا والو. وهنا المغامر ادم بغى ارثر يتدرب معه حيت ما بغاش يديه الناس. الامور واضحه من السلاح اللي عند ادم،
واضح باللي باغي يستعمل القوه ديالو كامله. وبالتاكيد ادم غيقول لارثر خاصك تخدم القوه ديالك كامله، وارثر حاضي راسو عارف باللي ادم غيخدم القوه ديالو كامله، وحتى ارثر خدم القوه ديالو كامله وكيهاجم عليه بواحد السرعه اللي كبيره. وهنا كيهرب من الضربه ديال ادم بواحد الطريقه غريبه، والمغامرين تصدموا مساكن من البشخوط حيت عنده واحد القوه كبيره وكيبقاو مدابزين، ولكن الوزن ديال ارثر خفيف حيت باقي صغير ما يقدرش يستحمل الهجمات ديال ادم وكيطير في السما بسبب واحد الضربه. ولكن الساحره انجيلا كتنقضو قبل ما يطيح الارض، وهما ينوضوا ليه صحابو وقالوا ليه واش انت مريض دير عقلك في دري صغير، وهو يقول لهم هذا راه وحش ماشي دري صغير وعنده قوه كبيره. وهو يتفاجئ بالمغامره جاسمين واقفه قدامه وكتسول كيفاش قدرتي تخدم القوه السحريه ديالك وانت باقي دري صغير. ولكن البشغوط هربان ودوخ وتلف ليها الهضره باش ما تعرف والو. وهنا بداو مكملين الرحله ديالهم، وفي الرحله ديالهم البشغوط كيتدرب معاهم وكل واحد فيهم عنده شي حاجه عارفها كيعلمها ليه، وهنا تعلم من عندهم كاملين المهارات ديالهم في القتال. والبشغوط ما كيضيعش الوقت وكيقرا الكتوبه ديال السحر باش يطور راسو مزيان في القتال. وهنا جاسمين كتعرف باللي عيد ميلاد ديال ارثر وقررت تعطيه واحد الخنجر كادو في عيد ميلاد ديالو، ماشي ولد صلاح هذا راه سلاح. وقبل ما يبداو يكملوا الرحله ديالهم كيضرب على امو وشافها كتوجع حيت حست براسها ما مزياناش وكتخبي عليه وكتقول ليه ما فيا والو ولدي. وهما في الطريق كيحسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك، وشافوا واحد السهام كترمى عليهم، وهما يشوفوا واحد الشفاره جايين باش يمخروه، وكيتفاجئ باللي العدد ديالهم كبير بزاف وباينه باللي غتنوض دابا شويه. وهنا كيبان الزعيم ديالهم وكيقول لهم خليو عليكم الدراري الصغار والعيال حيت كيتباعوا غالي وما خصناش نقيسوهم، وكيغوت لهم وكيقول لهم راك العصا دابا. وكتنوض ما كاين غير الدق والسكات، وكنشوفوا المغامرين كيخدموا القوه ديالهم السحريه وكيبداو يشنشطوا فيهم، ولكن العدد ديالهم كبير بزاف وما كيتسالعوش. وارثر كيشوف باللي واخا المغامرين عندهم قوه سحريه واعره بزاف وهكاك ما غاديش يقدروا عليهم على حقاش العدد ديالهم كبير بزاف، وكيف ما حنا عارفين الكثره كتغلب الشجاعه. وهنا كنشوفوا انهم عياو وما بقاوش قادين يكملوا القتال، وكنشوفوا الوالد ديالو كيعطيوه واحد ضربه خايبه وكيطيح في الارض، وكتمشي عنده ليسا وارثر باش يعاونوا، وكيقول لهم انا ما باغيش اللي يعاونني والضربه عندي صغيره. ولكن البشغوط باغي حامي على با وكيقول لي انا عندي قوه سحريه وقادر باش نقاو، ولكن با قال لي خدمها في التعلاق هاد القوه باش تقدر تعاون حتى امك الا تعرض لكم شي واحد. وكيصدموا مني كيقول ليه امك راه حامله وقريب غتولد وراك غتولي الاخ الكبير خاصك تحامي عليهم. وهنا كيعرف ملي شاف امو عيانه عرف السبب العياء ديالها. وهنا ارثر كياخذ امو وكيمشي كيجري، ولكن الزعيم كيقول لهم شدوهم قبل ما يهربوا، وري كيطير على الزعيم وكيدير ليه واحد الضربه. وهما هربانين كنشوفوا شي وحدين معرضين ليهم، ولكن المغامرين كيقتلوهم باش يفتحوا لهم الطريق ويهربوا بعيد. وهنا ارثر كيقول اول مره كنحس بالخوف على شي واحد، وكيحاول يهدن امو هي هربانه معاه. وهنا واحد الساحر من هذوك الشفاره كيهجم عليهم بواحد الضربه، ولكن ارثر كيبعد امو كيحميها منها وكيتعرض ليها هو المريضي مسكين وكيطيح من ديك البلاصه. ولكن هو طايح قال ما يمكنش نموت راسي خاصني نديك معايا، وكيطلع الخنجر اللي خدا كادو في عيد الميلاد ديالو وضرب به الساحر وطيحو معاه. وكنشوفوا المغامرين باغيين يخدموا السحر ديالهم باش ينقذوه ولكن ما قدروش، وهو يطيح في الغابه بوحده. وكنشوفوا امو كتعيط عليه. ديك الساعه كيفهم كلام الراجل اللي قتل ليه مرته وولده باش كانت يطلبوا ما يأذيهمش. ومن بعد هذا الشيء ارثر كيفتح عينيه وهو ما عارفش راسو فين بالضبط، ولكن كيتصدم ملي كيلقى واحد الوحش كبير وكيقرب منه وكيقول ليه صباح الخير. وهنا ارثر خايف وشاده الخلعه منه وكيسول راسو وكيقول شنو باغي مني هاد الوحش وعلاش جابني هنا. والبشغوط بغى يهجم على الوحش ولكن هو غير بالصبع الصغير ديالو ضربو حتى لوحو في الارض وقال ليه انت عندك بزاف ديال الحوايج خاصك تتعلمها وانا ما باغياكش تخاف مني. وهنا جابت ليه القص وقالت ليه خاصك تاكل حيت فيك الجوع وعيان شويه الا بغيتي تخرج من هنا، وخاصك تحمد الله حيت باقي عايش وما متيش. وكيزيد يبكي البشغوط باش يبقى فيها وتجاوبو شنو جاي يدير هنا. وقالت ليه انا ما غنقول لك والو حتى تاكل. ومن بعد مساله سولها على باهم واش باقيين عايشين، وقالت ليه انا ما نقدرش نتحرك من هنا ولكن نجيب لك خبارهم غير من هنا باش تقدر تطمئن على والديك. وكتقول ليه والديك راه بخير وكيفرح ارثر حيت هما بخير وما واقع ليهم حتى حاجه. وهنا الوحش كيعرفوا على راسو وكتكون سميتها سيلفي، وكدوز ايام وكتكون الضربات ديال ارثر برا وباغي يمشي بحاله، ولكن سيلفي ما كتخليش وقالت لي خاصك تحضي راسك مزيان على حقاش حنا في واحد الغابه سميتها الشهر وخطيره بزاف
وفيها بزاف ديال قطاع الطرق والوحوش، وانت الا خرجتي بهذا المستوى اللي عندك كون اكيد ولدي غادي تموت. وقالت لي انا عارفاك باغي تولي لداركم، ولكن باش نفتح لك باب سحري باش ترجع خاصني الوقت والقوه باش نفتح لك هذا الباب. وبين ما تاخذ الوقت هي كيستغل الفرصه وكيتدرب باش يرفع المستوى ديالو مزيان، وكتشوف انه ما كيملش من التدريب ومحمس باغي يتعلم. وهنا كيلاحظ انه سيلفي ما كتهدرش على راسها، وبالرغم من انها تتعامل معاه معامله زوينه ولكن الشكل ديالها كيخلع، وكيبدا يتحكم في الطاقه ديال المانا ديالو. وكتفاجئ سيلفي بانه يقدر يتحكم في الطاقه ديالو واخا هو باقي صغير، وكتعيط ليه وكتقول ليه عجباتني هاد القوه الكبيره اللي عندك وبغيت نشوف واش تقدر دير هاد الحركه هادي. وهنا كنشوفوا باللي كتجمع القوه ديال المانا ديالها في يديها وكتقدر تتحكم فيها بكل سهوله. وارثر كيتفرج وفمو محلول فيها ومتفاجئ بالقوه اللي عندها. وكنعرفوا انه كتخدم السحر باش كتكون كتجمع المانا ديالها، وكتبدا تشرح ليه وكتقول ليه كاين جوج انواع ديال البشر، النوع الاول كيخدم المانا ديال التعزيز، والنوع الثاني كيخدم المانا ديال الاستدعاء. ولكن بالنسبه لهاد الكائنات اللي كيسميوهم وحوش المانا كتقدر تخدم اي نوع من المانا وفي اي وقت بغيت، يعني من الاخر نقدر نخدمهم بزوج وما كاينش مشكل. وكتقول لارثر واش باغي تتعلم شي حاجه بحال هادي، على حقاش الا تعلمتيها القوه ديالك غتزيد بواحد الشكل كبير. ولكن قبل ما نعلمك كيفاش تتحكم في القوه ديال المانا ديالك باغا نعرف شنو غدير بها باش غتعلمها. وهو يتفكر المعاناه ديال مو بوه فاش هجموا عليهم دوك الشفاره، وهو يقول لها غادي نقتل اي واحد غادي يحرمني من شي حاجه انا كنبغيها. وهنا كتضربو وكتقول ليه ماشي هذا هو الجواب اللي باغياه منك. وكيقول لها شنو هو المشكل، خاصني نحيد كاع الاعداء اللي كيوقفوا ليا في طريقي. وقالت ليه واش انت فرحان ملي غتعمر راسك بالافكار الخايبين، وكتقرب يديها منه وكتقول ليه قادر نقطعك ونقسمك طروفه، وفي نفس الوقت قادر نحن عليك وندير لك كاع داكشي اللي باغي انت، وانت شنو غتختار؟ وقال لها اكيد غنختار اليد اللي غتعاملني مزيان. وكتقول ليه الكراهيه والحقد وهما اللي كيولدوا العنف، والعنف كيخليك دير داكشي اللي انت باغي، ولكن في الاخير غتخسر كلشي وغتبقى بوحدك. وهنا ارثر غيحس بان سيلفي كتعرف اي حاجه على حياته اللي قبل من هاد، وكتولي تسولو شنو ناوي دير الا ولات عندك القوه. وهاد المره الرد غيكون مختلف، وغيقول ليها غادي نحمي الاشخاص اللي كنبغي. وكنوليو للغابه وكنشوفوا واحد الوحش كيشبه لسيلفي وكيقلب عليها وكيقول ليها مستحيل غتخباي مني. وكنرجعوا شويه اللور لحياه ارثر القديم وكنشوفوه فايق وغادي للبرلمان، وكل شيء كيرحب به فاش كيشوفوه، ولكن كيكون كيعي وكيقول انا مالك غير بالاسم، ولكن القرارات كتكون في يد البرلمان. وكيقول الدور ديالي انا الحروب والقتال، من الاخير انا غير واحد اللعبه في يديه وكيقدروا يحكموا فيا. وهنا كنلقاو الرئيس ديال البرلمان جالس كينفخ فيه وكيقول ليه انت هو الملك ديالنا اللي حققت الانجازات للمملكه ديالنا. ولكن ارثر ما عجبوش التطبال ديال الرئيس وكيخليه وكيمشي. وهنا كنرجعوا كنشوفوا سيلفي كتدرب ارثر على استخدام السحر والتحكم في المانا، وقالت ليه الا قدرتي تتحكم في المانا ديالك فغيكون عندك اختيار في استخدام السحر كيف ما بغيتي. وارثر كيقول انا ما مزروبش باش نتعلم هادشي بالزربه. وفجاه كيتفكر راسو فاش كان واقف قدام واحد الوحش عملاق وقدر يغلبو بضربه وحده بواحد التقنيه سميتها تقنيه الكي، وكان ارثر كيتحكم فيها مزيان. ونجح ارثر باش يتحكم في المانا ديالو وسيلفي غير كتشوف فيه، ولكن كتحس ان شي واحد كيقرب منه وقررت انها تخزنو بالزربه وطلبت منه باش ما يهدرش وما يديرش الحس. وهنا كنشوفوا واحد الوحش كيشبه لسيلفي وصل عندها وكيقول شكون هو هاد الوحش وشنو باغي منه. وتفاجات سيلفي ان هاد الوحش قدر يعرف البلاصه ديالها وقال لها انا عرفت البلاصه ديالك غير من الريحه ديال الدم ديالك. وكيقول لها يلاه معايا بلا ما نرونوها هنايا. ولكن سيلفي ما بغاش تمشي معاه وقال لها انا كنت عارف هادشي وانتي غتخليني نخدم معاك العنف. وكيهجم عليها بواحد الضربه وكيطيحها في الارض. وارثر كيتفرج من البعد وكاعي عليها. وهنا الوحش كيقول لها يلاه معايا كيف ما قلت لك بلا مشاكل بلا ما نقتلك دابا. ولكن سيلفي معكسه وما بغاش تمشي معاه وكتطلع واحد الطاقه سحريه قويه والجسم ديالها كيبدا يتشقق وكيخرج منه واحد التنين بيض كبير. الشكل ديالو كيخلع وكتهجم على الوحش بواحد الضربه قويه بزاف. وهو كيقول لها هادشي اللي كديري غيكلفك الحياه ديالك على حقاش كياخذ واحد الطاقه كبيره من المانا ديالك. ولكن الوحش كيطاكي الضربه ديالها وكيبدا يخدم القوه ديالو هو وكيهجم عليها بالضرب، وهي كطاكي بالجناوح ديالها وخايفه من الضربات ديالو تجي في ارثر وهو يهجم عليها بواحد الضربه. ولكن سيلفي استعملت التقنيه ديال توقيف الزمن وكتوقفو في بلاصتو
وارثر ما فهم والو مسكين في هاد المدابزه اللي كيشوف، وكتعيط ليه سيلفي وكتقول ليه شنو بان لك في الشكل ديالي جديد. وارثر كيقول ليها وليتي كتشبهي للتنين، وقالت ليه نتوما البشر كتسميونا تنانين، وقالت ليه ماشي الوقت ديال هادشي، وكتفتح واحد البوابه باش تهربوا منها، وكتقول ليه علمتك اي حاجه غتخليك عايش في الدنيا، ومنين غتخرج من هاد البوابه غتكون بخير. وقالت ليه فكر في الوعد اللي انت قلتي لي قبل ما تمشي، وقال لي انا واعدتك باش نحمي الناس اللي كنبغي. وقالت لي انا عندي واحد الكادوات ليك، وجبدت ليه بيضه وريشه، وقالت ليه جمعهم ورد ليهم البال. وهي كتقرب منه كان على ارثر نفس العلامات اللي كانوا عليها، وبس سولها على هاد العلامات قالت ليه انت غتعرف في الوقت المناسب. وقالت ليه كان فيا من صيفطك لداركم بلا ما نشدك هنا، ولكن انا كنت باغي نجلس معاك اطول مده ممكنه. وهنا البشغوط غيكون كاعي حيت غيخليها ويمشي ويخليها وهي مضروبه، وهذا كيخالف الوعد اللي عطاها. وقالت ليه الوعد ما كيخصنيش انا، وكيحس براسو تغير ولا عنده مشاعر تجاه الاخرين. وقال لها انا كنعتبرك وحده من العائله بحال بومي، يعني من الاخر انت في المقام ديال جداتي. وهي تفرح مسكينه بالهضره ديالو، وخصوصا هو اعتبرها وحده من العائله. ومن بعد دفعته في البوابه باش يمشي، وباش حاول يرجع هي تسد البوابه. ومن بعد هذا الشيء سيلفي كتلغي سحر التوقيف الزمن، وكتجي فيها الضربه اللي ضربها الوحش وكطيح في الارض، والوحش كيسحاب ليه صافي راه صفاها ليها، ولكن هي مخليها غير تيقرب وتجبدها معاه. وهنا كنشوفوا ارثر وهو مازال في البوابه السحريه كيتفكر الوصيه اللي وصاتو سيلفي، ولكن تيكون كاعي لحقاش خلاها بوحدها. وكتقول ليه العالم عامر بالحزن، ولكن خاصنا نحولوا هاد الاحزان لافراح، وعليها انا ما نقدرش ندير شي حاجه بحال هذه. وقالت ليه حاول انك تفكر باللي كنتي ملك قبل ما تجينا، وقالت ليه ما تخليش الغضب والكراهيه يسيطروا عليك. وكيتفاجئ بانها كتعرف عليه كل شيء على الماضي ديالو والعالم اللي جاي منه. وكيرجع ارثر للغابه مره اخرى وكيتفكر الهضره ديالها وكيبقى يبكي. ومن بعد كيجبد الكادو اللي عطاتو سيلفي باش يكمل الطريق ديالو، ولكن كيحس باللي شي حاجه غريبه كتحرك من وراه. ولكن منين كيطل وراه الحلقه ديالنا كتسالي. وإلا عجبتكم القصه ديال ارثر نحط لكم الجزء الثاني. اش بان لكم؟ ما تنساوش تخليو شي جيم زوينه وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد. تهلاو.